جنيه. والله العظيم عزمت 10 اشخاص وما كملتش ال 300 جنيه. صلي على الحبيب قلبك كتيب. انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه واسبوعيه. ميزانياتي بتبتدي من اول 200 جنيه ل 3000 و4000 و5000، وكل الميزانيات اللي بتجيلي بعملها لك حتى لو اتاخرت عليها. كمان بعمل ميزانيات للسندوتشات، ميزانيات للمنظفات، ميزانيات بصوا لكل حاجه تخطر على بالكم. اول حاجه جبتها، انا جبت الكيلو رز بسمتي، ده كان عامل 63 جنيه. الرز البسمتي من 63 جنيه لحد 90 جنيه، انا جبته ب 63 جنيه عشان هو فعلا ما يفرقش كتير. وجبت كمان فرخه قطعتها 8 ووركين مخليين. ليه جبت وركين مخليين؟ انا ما جبتهمش، هم كانوا في الفريزر فانا طلعتهم سيحتهم. والفراخ المخلي والفرخه اللي انا جبتها قطعتها 8. جبت الفراخ على الوراك كانوا عاملين 218 او 217 حاجه كده. ده كان بالنسبه للفراخ. مسكتها غسلتها حطيتها في شويه خل وملح وهسيبها في الميه دي، وبعد ما لونها كده يورد ويبقى حلو هبدا اصفيها. الكبد والقوانص هعمل بيها تركه هتفرق معانا قوي في الطعم. بعد ما صفيت الفراخ هعمل التتبيله، والتتبيله بقى مش عايزه اقول لك مفيش احسن من كده. لو لسه ما كتبتيش ميزانيتك اكتبيها، وكمان اكتبي لي ايا كان ميزانيتك اليوميه. انا برضو بعمل ميزانيات يوميه. انا جبت الصينيه هحط فيها الفراخ وعليتها زي ما انت شايفه عشان تشوفيها معايا. الشفشف ده كان فيه ايه بقى؟ 3 طماطميات، بصلتين، كل التوابل المتاحه عندك، والاهم من كل ده بودره الزعفران او شويه عسل او صويا صوص، حاجه تعزز معاك اللون. انا في العادي ما بعملش التتبيله دي المره واحده، انا بعمل الشفشف كله زي ما انت شفتيه كده، وبشيل منه في الفريزر اطلع في اي وركين مخليين حتى لو فراخ بعضمها زي ما انت شفتي برضو بعملها. بودرة الزعفران او لون الزعفران رخيص، بما ان الزعفران غالي جدا جدا. بالنسبة للصوت اللي جنبي ده موسى بيفكر يعيط. صلي على الحبيب قلبك يطيب. لو لسه ما عملتيش لايك اعمليه، واكتبي لي ميزانيتك يومية اسبوعية او حتى شهرية، وانا ان شاء الله بفضل من الله مش هنساكي، وهعمل لك ميزانيات ما تخطرش على البال، وبجيب لك اقل الاسعار واكتر اصناف موجودة في السوق. هنا مسكت الفراخ دغعتها كويس قوي، ودخلت التتبيلة تحت الجلد وفوق الجلد، وهسيبها يعني مش اقل من نص ساعة. كل ما قعدت في التتبيله دي كل ما بقت احلى. كل اللي هنحطه ملح فلفل السبع بهارات، ولو عندك توابل الفراخ حطي، على كيس مكعب مرق الدجاج حطي. ما تقفيش على اي حاجه. السبع بهارات كفيله معاكي تمشي معاكي في اي حاجه. ما عندكيش سبع بهارات ممكن بهارات الفراخ او توابل الفراخ طازه. حطيت فيها شويه زيت، ونفس الكلام في الحله، وهبدا اجهز الاتنين في وقت واحد. هتاخد طعم ولون وتركه، ومحدش هيخطر على باله ان هو بياخد نص فرخه او ربع لا تمن نايم. بس انا بعملها بالامانه، بحط له كل طبق قدامه حته او حتتين او ثلاثه، لو طفل بحط حته واحده. ما علينا. انا في الزيت اول ما سخن هبدا احط الفراخ، يا دوبت عايزاها تاخد صدمه كده. من ناحيه تانية الحله قطعت الكبد والقوانص بالمقص وقرن فلفل سبايسي، وهديها تقليبه، وهنزل برده بملح وفلفل، مش هحط حاجه اكتر من كده. الناحيه تانية هلاقي الفراخ بدات خلاص تاخد صدمه وميتها هتنشف، هنزل بباقي الصلصه، وايديا طبعا في نفس التوابل، كاري او كركم ولون الزعفران وشويه ملح وبرده السبع بهارات، وهديها تقليبه. عايزه تزودي بصل مع الرز زودي. انا بالنسبه لي كده كان زي ما بناكله في المطاعم، حلوه جدا. التتبيله بتاعت الفراخ فيها بصل، هديها تقليبتين يتشوح، وهنزل بقى يا بنات بالميه المغليه. الاكل ده جهز في ساعه زمن. برضو هرجع اقول لك كل ما الفراخ قعدت في التتبيله كل ما بقت احسن واحسن. انا حطيت الكبد والقوانص قبل الرز عشان اديهم تشويحه، هتدي نكهه وهتخلي معاك الطعم في حته تانية، واسمك في الاخر عامله ايه؟ رز بالكبد والقوانص، حتى لو بكبدايه ونصايه واحده بس. نزلت ببقيه الصوص اللي كان فيه الفراخ وشويه ميه، وهاخد اللي بقيه الصينيه وهغطيها وهخليها تكمل سواها. برضو مش هتكمل معاكي نص ساعه، بما اننا مقطعين الفرخه على 8. الفرخه دي كانت 2 كيلو الا ربع. الاكل استوى غرفته. بصي بقى منظر الصينيه، والله يا بنات كيلو الرز البسمتي عايزه اقول لك ان هو اتبقى ما شاء الله بيرمي معاكي كميه كبيره جدا. انا لما بعمل نص كيلو رز بسمتي علينا احنا 4 افراد بيبقى تمام، فانا جبت كيلو ففعلا كفى ال10 افراد، وطبعا كان فيهم اطفال. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ما تنساش تكتبي ميزانيتك ايا كانت هي كام. اكل طعم وريحه حكايه. الفراخ دايبه